السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف انتم؟ كيف حالكم؟ اوكي، اعتقد كلكم قد شفتم اليوم المنشورات اللي نزلوا الناس كلهم، وشفتم عبد الملك السناباني الذي قتل على يد الميليشيات الإرهابية العيدروسية الشلالية التابعة للإمارات. ليلك الليل يا ليل. اوكي، احنا وضعنا غدو خارب يا جماعة، خارب. حوثيين بالشمال بلاذقة متهبشين، جاءونا بمشروع فارسي يشتوا يحكموا اليمن، بمشروع يعني ديني يشتوا يكونوا هم سادة القوم، ومعنا شوية همل بالجنوب، ما نش داري من اللي انتقموا، يعني ما نش عارف ايش قصتهم، ايش يشتوا الجنوبيين هذول او الانفصاليين. طبعا انا كلامي مش معمم على الابناء الجنوب، في هناك شرفاء كثير، بس الشرفاء هذول صامتين المشكلة ومخليين الهمل والسقط هذولا هم دي يحكموا بمقدرات الحياة حقهم. يعني ما نش عارف من ايش لا تنتقموا انتم، لا اشتيكم تنتقموا من اصحاب الهضبة دي بصنعاء، تشتوا تنتقموا من الحوثي، تشتوا تنتقموا من عفاش. ايش قصتكم انتم؟ يعني انتم منفصلين، معاكم ارضكم وما انتم مش منفصلين. تعرفوا ليش؟ لان انتم مداعيس، والله انتم عبر التاريخ كله مداعيس، يا البريطانيا يا الحزب الشيوعي يا العفاش يدعسكم، او يرجع الحوثي ينزل يدعسكم. ما انتم مش حق انفصال، موليين امركم الاثنين نسوان مكالف، عيدروس وشلال. قلدكم الله يا جنوبيين، تتوقعون عيدروس وشلال هذول يبنوا لكم دولة والإجزاء طارح يعني صورة ابن زايد هان عند صدره؟ قلدكم الله هذا توقع؟ ايش ذنب المغترب دي من ايش ذنبه؟ متروح بلاده، لا قتل منكم، لا اكل حقكم، لا بسط على ارض، لا نزل دعسكم بالجزمه مثل ما كان يعملكم الامن المركزي، ولا يحمل بكم اي حاجه. ليش تنتقموا منه؟ ايش مشكلتكم من ما نزل عندكم الجنوب يا دحباشي؟ ليش؟ ايش الحقد والكراهيه هذا الذي هي بكم؟ انتم ما توقعوا انكم ما تبنوا دوله بالطريقه هذا؟ والله ما انتم بانيين دوله. بناء الدول وبناء الامم تبدا بالاخلاق. الاخلاق يا جنوبيين، الاخلاق يا بلاطقه، الاخلاق يا مداعسه. يا دين انتم مدعسه عبر التاريخ كلها، والله العظيم انكم مدعسه. بريطانيا ادتكم طحنه، والشيوعيه ادتكم طحنه. اتحدى واحد منكم يكون معاه 2 مقاطب من اول، اتحدى واحد منكم معاه 2 بيوت، اتحدى واحد منكم بيام الشيوعيه يزوج 2. اتحدى. انا شوف، انا ما عممتوش، انا لا اقول لكم كلامي هذا موجه للعنصريين الجنوبيين الذي يحملوا اي شمالي اخطائهم وانبطاحهم. لما تجي تقول لي حرر غرفتك، احرر غرفتي من يمني؟ حرر نفسك انت. خرجت اليمني ودخلت اليهودي بدله، دخلت الاماراتي والسوداني يا جنوبي. قسما بالله، يعني ايش ذنب المغترب اليمني؟ ايش ذنب عبد الملك السنباني؟ ايش عمل بكم يا جنوبيين؟ ممكن توضيح لو سمحتم؟ وين عمل حاجه؟ ليش ما تكون له محاكمه؟ اذا عمل شيء وشتكم احنا الان تلعبوا بالقضيه ذو وتقولوا عمل ولا تعدي ولا سبين؟ ليش ما عملتم له محاكمه ورويتم ايش جريمته؟ سافر من امريكا معاه زلط. كم من الناس قد تعرضوا للبلطجه حقكم يا جنوبيين؟ ليش؟ ايش السبب؟ يا عنصريين؟ انتم مش قادرين تعيشوا مع بعض. الان قد انتم منفله بينكم البين، قد اصحاب يافع يكرهوا اصحاب الضالع، واصحاب الضالع يكرهوا اصحاب ابين، واصحاب ابين يكرهوا اصحاب شبوه. عادكم تقسموا قرى ومناطق. عادكم كل واحد يذبح الثاني، كل واحد يغتال الثاني. ما دام امركم بيد الارهابي العيدروس وشلال ذاك بياع البقر وبن بريك ساعة سلفي، ساعة يقتلب لي يعني قدو رقاص، ساعة يقتلب لي يعني ما درينا مو قصته شغال على 40 شريحة.
40 شريحة. سود الله وجوهكم دنيا وآخرة، سود الله وجوهكم دنيا وآخرة يا ضوافع، على قولة واحد. أنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جالسين لكم بالنقاط، مو عملوا بكم أصحاب إب. قولوا لي اشرح لكم أصحاب إب وأصحاب المناطق الوسطى. كنا نزلنا الجنوب مستثمرين، نشتري أرضية، نشتري فندق، نشتري حاجة، نحرك لكم الاقتصاد، نعيشكم، نخليكم بني آدم. عدن كان قبل الوحدة أخس مدينة بالشرق الأوسط، وبعد الوحدة صار أحسن مدينة بالشرق الأوسط. عدن بنيناها احنا من زلطنا وتعبنا. أنا المغتربين، أتكلم على المغتربين، ما أتكلمش على الحكومة الشمالية. الحكومة الشمالية طز فيها، طز فيها طز عفاش. احنا مثلكم، والله العظيم احنا مظلومين مثلكم. احنا ابناء المناطق الوسطى وابناء مدينة اب وتعز مظلومين مثلكم زي ما انتم. شوفوا الحين الجنوبيين، شوفوا من حقارتهم، من حقارتهم ومن قلية تربيتهم، من عدم، ما بيش معاهم اخلاق. لا اقول لكم ما بيش تربيه، والله العظيم ما بيش تربيه. واي ناس، اي فئه، باي مجتمع، باي دوله، ما تحصلش عندهم اخلاق، ولا تحصل عندهم يعني احترام للاخرين وبعد نظر. والله العظيم ما هم خارجين لا طريق، والله ما هم خارجين. مركز بس كان بواحد لي واحد جنوبي مدري مو كان به، قسما بالله. انا بصراحه انا اطالب بانفصال الشمال، أنا أطالب بانفصال إب وتعز على الحوثيين وعلى الجنوبيين. داخل ركز لا تقول الجنوبيين. طيب أنا ما لا قلت لك إن أنا كلامي كله مش على الجنوبيين يا أبو عبد الرحمن. أنا كلامي محدد للبلاطقي ذولا دي بالنقاط، وللعنصريين. العنصريين هذا هم ضد أي واحد، يعني شوف، ضد أي واحد قسما برب الكعبة. هم ضد أنفسهم. أصحاب يافع ضد الضالع، ضد أصحاب إب، ضد أصحاب مطلع، ضد وها حلقت لحيتي يا أبو عبد الرحمن. إذا ما الإمارات تبيعهم بيعة كلاب للحوثة، بعد ما تخلي الحوثة يوافقوا أنهم يبزوا الميناء حق عدن ويبزوا سقطرى، إذا ما باعوهم بيعة كلاب ونزل الحوثي يخليهم يدوا الصرخة ليل نهار، أنت تشوف. والايام بيننا وانت احنا الان عايشين، والله عايشين يا اصحاب الجنوب، يا عنصريين الجنوب، يا دي انتم عنصريين ضد الناس، ضد الطير والحجر والشجر والناس كلهم. المغتربين واصحاب اب ما عملوش بكم شيء، لا هم من الهضبه، لا نزلوا احتلوا ارضكم، ولا نزلوا يتبلطجوا عليكم، ولا عملوا بكم أي حاجة عبر التاريخ كامل. ذلك بنفسكم شيء ولا شيء، قمتم قتلتم الرجال، لا تقولوا إنه حوثي. من هو ذا شبيب؟ اصبر خلنا نحضر هذا الجنوبي العنصري هذا. عنصريتكم هذا مش رايحة تمشي، قسما برب الكعبة لا هي رايحة تمشي. المرة الأولى اختطفتم واحد أعتقد من البيضاء وطالبنا أنكم تخرجوه وخرجتموه. أي سبب أنكم طالبتم على أساس أنه تزعلوا واحد، واليوم قتلتم واحد من إبليش. إيش السبب؟ ما حد والله أعلم ما عملتم من بلاوي. زي ما قلت لكم أنتم والله العظيم لنتم بانيين دولة وأنتم بالطريقة هذه نهائيا. ما أنتمش رايحين تبنوا دولة، وقد انتم قدوا معاكم دوله. بدل ما تقوموا كيف تصلحوا الدوله حقكم، بدل ما تقوموا تطوروها، دخلوا لها هناك الكهرب، تبنوا البنيه التحتيه، التعليم، تعيشوا. كنا قبل الوحده كنا وطنين وشعب واحد، والان اصبح وطن و20 شعب داخله. قد اصبحنا معك الضوالع، اليفع، اصحاب شبوه، المناطق الوسطى، اصحاب الهضبه، اصحاب صعطه، اصحاب الحديده، اصحاب تعز، اصحاب مدري من. اتقوا الله يا جماعه، اتقوا الله. رجعوا اليهود ولا هذه يزيدوا علينا، رجعنا هكذا نقسم لنا مناطقيه، بدل ما كلنا نقول لا اله الا الله محمد رسول الله، بدل ما كلنا نكون دوله واحده ومبدأنا ودستورنا هو القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجعنا هكذا.
تابعين كلنا، لا تضحكوا علينا ولا نضحك عليكم يا دينتم يا عنصريين الجنوب. وانا زي ما قلت كلامي مش معمم، واعتقد انه ابناء الجنوب انفسهم الشرفاء الفئه الغالبيه قدم يعني اكثر مننا لا يعانوا منكم، والله العظيم اكثر مننا، بالذات اصحاب الهضبه حقناك، اصحاب المثلث حقهم. حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شوفوا يا جماعه، احنا المغتربين قسما برب الكعبه لازم نخرج بمظاهره لايقاف الحرب. لا تقولوا ليش نطالب بفتح صنعاء ولا نطالب بمدري كيف. وباقي نقطه ايش اقولها لكم، ما دام انه هذا مواطن يمني امريكي، انا من رايي ان اهل القتيل والشهيد الله يرحمه انهم يقدموا بلاغ للخارجيه الامريكي نوقع عليه كلنا، للخارجيه الامريكيين. لا، هذا مواطن امريكي تعرض للارهاب، للخطف والقتل والتعذيب، لازم نفضحهم امام العالم كله. هذا الميليشيات العيدروسيه الشلاليه الارهابيه، قلدكم الله واحد بياع بقر وش يولوا امرهم، والثاني اللي يقزع طارح لي صوره ابن زايد بسطر تقول انه زوجه متزوج له ليل نهار، والثالث بن بريك ذاك ما درينا لحيته ذي يقلعها ولا يركبها. شي معاكم خبر يا جنوبيين؟ قلدكم الله انتم راضين على الوضع هذا دي هو موجود، راضين على انفسكم. لا شوف يا هذا لو سمحت رجاء، السب ما نشتيج. اذا هم اخلاقهم بالحضيض، وقد اخلاقهم بالحضيض ما بيش عندهم اخلاق، عنصريه، سب طول السنه وهم يسبوا، يدخلوا له باعراض الناس ليفكروا انهم يبنوا دوله. دحين ايش بنيتم الدوله حقكم يا جنوبيين؟ قتلتم عبد الملك السناباني، اعلنتم الانفصال. لا تسبوا لكم اصحاب الشمال دحابشه، طيب انا دحباشي. انفصلتم، بنيتم دوله بالطريقه ده. لو بناء الدول بالسب لا نسب ليل نهار، لو بناء الامم بالقتل لا نقتل ليل نهار، لو بناء الامم بالدواثع حقكم لا نقعد وث ناس. وجيت تقول لي صاحب ابي اشرب مرق، هذا انا اشرب مرق لمزحف ليل نهار اشربه، ولا اصير اقاتل مع حوثي، ولا انزل اكون مدعسه عندك، ولا اكون مدعسه للامارات. حوثي لا يجي لاعب وديناه للثور، اشرب مرق شربه، الله معك. تحياتي، لا ندي ابني يقاتل ولا انا جاي اقاتل معك ولا انا تبعك، عايشين مرتاحين ما علينا من حد. حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا اتحداكم يا جماعة، تدوا لي واحد جنوبي من هذول اللي يطالبوا بالانفصال، جنوبي وقدم جنوبيين قدم منفصلي، لا تقولوا شاكوش تقول جنوب. اتحداكم تدوا لي واحد جنوبي من هذول اللي هو ماسك الامور حقهم، عارف ايش اركان الاسلام، حافظ الدين، حافظ حتى جزء واحد من القران، مع شهاده سادس ولا حتى ثالث اعدادي. ما بش ليصيروا يدوا لهم ارذل الخلق ويولوهم امرهم، ارذل الخلق. قسما برب الكعبه باطل يا جماعه. ايش ذنب الرجال ذا الحين قتل هكذا وعمره 26 27 سنه على اساس انه من انه من بيت السناباني؟ ليش قتلتم يا جنوبيين؟ انفصلتم، حققتم الانفصال. الله يلعن الانفصال ويلعن الانفصال ويلعن المناطقيه ويلعن العقول. هذا لا بين ما وصله. ليس الى هذا الحد الخلاف خلاف سياسي. يا اخي ايش من خلاف سياسي؟ يا اخي ايش من خلاف سياسي يا منتصر؟ انا عند الله وعندك قد هم منفصلين، قد معاهم دولتهم، بس هم مداعيس، مكانهم مداعيس، قلبهم ليحرقهم من عفاش ومن الحوثي. يا دحباشي خلاص قد دولتك معك يا اخي ابنها. انا اعمل برميل، انا بصلح لكم برميل يا جنوبيين، مع اني اشتيكمش يا اخي. قسما برب الكعبه ما يشرفناش الوحده معاكم، والله العظيم ما يشرفنا يا اخي. انا بصراحه لما ننظر لهذول الجنوبيين بعضهم العنصر، اقسم بالله ما لا احس انهم يمنيين، ما لا احس انهم مسلمين نهائيا يا اخي. ما يشرفناش الجلسه معاكم. لازم نفتح لنا المطار حقنا يا جماعه، والله لازم نفتح مطارنا وطز في يوم ينزلوا فحسه
ينزلوا فحسة، والله ما هم خارجين لا طريق. اقسم بالله العظيم ما انتم خارجين لا طريق يا جنوبيين. لا ما رجعتم تدوروا الوحده بالماء والزاد انتم ما تشوفوا. تحياتي، لا طلع لي الضغط ولا غلط لي على الناس ولا شيء. القضيه حق ابن السنباني يا جماعه. لازم نقدم ورقه للخارجيه الامريكيه انه قتل مواطن امريكي، خطف وعذب على يد الميليشيات العيدروسيه الشلاليه الارهابيه التابعه للامارات. هذا لشتيكم كلام صحيح، غير هذا ما بش. قدموا للخارجيه الامريكيه توقيع، كلنا بلاغات نقدم لها هناك للخارجيه الامريكيه. مواطن امريكي يتعرض للتعذيب والقتل والاختطاف من الميليشيات الشلاليه العيدروسيه الارهابيه الاماراتيه. ركزوا على كلمة الإمارات دي، لا تلعب بالخطين، دي لا تلعب بكم يا جنوبيين، لا تلعب بكم تلعب بالحوثي، دي لا تخيطكم خياط، دي لا تجزعكم بغير حذين، دي لا تشل عليكم البترول والثورة السماوكية وتشل عليكم سقطرة الآن أصبحوا اليهود يدخلوا الأوسطاء يودلوا، وأنتم أتحداكم تدخلوها يا جنوبيين. اتحداكم تدخلوا سفينه ولا تخرجوا سفينه لعدن، اتحداكم تولعوا كهرب، اتحداكم تنظفوه بعيد، لا يجوا يضحكوا على عقولكم يدوا لكم شويرين يقولوا لنا يجوا لكم المدارس دي يصلح لكم عفاش، وقمتم تصوروا جنبهم وقلتم منجزات الامارات. ايش من منجزات؟ ايش التفكير دي عندكم هذا؟ متى تصحوا توقعوا مثل امه لا اله الا الله؟ متى تبنوا دولتكم يا أخي؟ أنتم منفصلين، الله معاكم. قلنا لكم المرة الأولى، قلنا لكم بالموكب يا أخي لا تجيش تحتفل معين، ما نشتيش بكم يا جنوبيين. أنا والله العظيم اشتي بكم، أقسم بالله أن الحوثية أرحم منكم. الحوثية أقل شيء عاد عندها أخلاق، ما يسبش، مش هو عنصري زيكم، عاد أفضل منكم بمليون درجة، ولا يقاتلوا رجال. قسما برب الكعبه انه رجال الحوثي. ولا تقولوش الزوقري تحوث ذا الحين، بس انا ادي لكم مقارنه بين الحقيرين ذولا ديهم يشتوا ينتقموا من كل شمالي بدون سبب. ايش السبب؟ ما نجداري. ايش عملنا بكم؟ ما نجداري. ايش صلح بكم السنباني؟ ما نجداري. ايش صلح بكم صاحب البيضه لما خطفتمه؟ ما نجداري. ايش المشكله؟ ايش هي يا جنوبيين؟ مو تشتوا يا اخي. ايش يشتيكم؟ صحوا. تحياتي الله معاكم. دي ما منهمش ورب الكعبة ما منهم ولا هم خارجين لا طريق. سلام.